هنطلع الحاجات اللي عندنا، خلاص الشهر شطة. امشي بالوجبات دي، الوجبات دي هي اللي بتعمر البيوت. مش دعوة بعيشة حد، عيشي على قدك وعلى قد ظروفك وعلى قد ظروف جوز. امر الله، خلاص انا فاضل معاه 50 جنيه، هنمشي ازاي البيت بتاعنا ب200 جنيه اخر كام يوم في الشهر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال، اللهم امين. وحشتوني جدا جدا يا بنات من اخر فيديو نزلته. شكرا جدا لدعمكم ليا، دمتم نعمة في حياتي، اللهم امين. ولو اول مرة تشوفيني، انا حنان ودي قناتي، خدي لفة في القناة. لو عجبتك الفيديوهات ما تنسيش الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة والافكار الحصرية، وتنضمي لعيلتنا الصغيرة. ويلا بينا بسرعة على الفيديو. ب200 جنيه بس هننظم ميزانية آخر كام يوم في الشهر، ونظبط ميزانية الشهر الجديد، بحيث ان هو يهل علينا شهر 11 من غير سلف ولا حوجة ولا دين. وهنعرف نوسع على نفسنا بكم وجبة اقتصادية موفرة جدا ومشبعة ومتنوعة وجديدة وسهلة وسريعة. كل ده هنعمله في الفيديو مع أفكار حلوة جدا. ميزانيتك شهرية، ميزانيتك أسبوعية، ميزانيتك يومية، الفيديو ده هيكون مناسب جدا ليكي. من داخل ال200 جنيه هتعرفي تظبطي أمورك، هتعرفي تظبطي مصاريف المدارس، مصاريف الدروس. هنعمل مع بعض السندوتشات اللي بتحيرنا، وهنعمل مع بعض حاجات حلوة جدا. بس تابعي الفيديو للنهاية، لأن كل فكرة بتكمل التانية. وما ننساش اللايك يا بنات، وكلمة حلوة منكم أكيد هتكبر بخاطري. أول حاجة هعملها وهي وجبة المنسية، اللي هي وجبة الفول النابت. هنجيب ب10 جنيه فول وننقعه يا بنات، وبعد ما ننقعه خلاص نبت معانا، هنجيب عليه معلقة توم ونشوحه على النار مع حبة زيت وحبة بهارات من اللي موجودة عندك. وبعدين هتزودي الشوربة على حسب عدد أفراد أسرتك، حابة تملي الحلة، حابة تكبري الحلة زي ما انت حابة. وبعد كده هنجيب بطاطساية كده كبيرة، نقول نص كيلو بطاطس. والله يا حبيبتي عدد أفراد أسرتك أكتر وحابة تعملي كيلو، اعملي كيلو. يعني هتعملي ب10 جنيه بطاطس أو ب7 جنيه بطاطس، أنا كده عملت نص كيلو ب5 جنيه بطاطس. طيب الوجبة دي يا حنان فطار ولا غدا ولا عشاء؟ حبيبة قلبي بتنفع كل الأوقات، بتنفع فطار، بتنفع غدا، بتنفع عشاء. مين اللي بتقول ما ينفعش ان انا اقف قدام عطار اقول له انا عايزه ب10 جنيه فول؟ مين اللي بيقول ما ينفعش اقف قدام بتاع منظفات واقول له عايزه ب10 جنيه اريال؟ لان الكلام ده جالي في التعليقات. لا، احنا بنروح وبنقف عادي وبنشتري عادي، والراجل بيكون مبسوط والحال واقف، والناس ما بتصدق ان حد يروح ويشتري. وناس كتير ماشية كده في كل حاجة، حتى في الخضار. انا بشوف ناس في الخضار يا جماعة بتروح تجيب السلطة، بتجيب 3 طماطمات، خيارتين، مش عارفة ايه، جزرتين. الناس ظروفها صعبة، وكل واحد بيمشي على قد امكانياته. انت يا حبيبة قلبي امكانياتك حلوة وعارفة تشتري، خلاص انزلي واشتري، ربنا يوسع علينا وعليكم كلكم، قولوا امين. وادي وجبة الفول النابت، الوجبة اللي هتملى بيتك خير، والوجبة اللي هتوفر عليكي كتير. طيب هنمشي ازاي البيت بتاعنا ب200 جنيه اخر كام يوم في الشهر، وازاي نظبط الموضوع ده؟ تعالي هنا وانا هقولك. احنا اتفقنا ان الفيديو اللي فات هنمشي كل حاجة بحسابات. هتجيبي ورقة، مش هنجيب ورقة المرة دي، هنطلع الحاجات اللي عندنا، خلاص الشهر شطب والميزانية شطبت والمصروف خلص. هنطلع كل حاجة موجودة عندنا ونحطها كده قدامنا. هنطلع الخزين ونطلع الخضار، ونحاول ان احنا ايه، نوفق وجبات. عندك كيس لحمة في الفريزر، عندك حتة فرخة في الفريزر، عندك شوية كبد وقوانص، اي حاجة دوري كده وفتشي، بأمر الله هتلاقي عندك كل خير. نحاول ان احنا نكمل على الحاجات اللي موجودة عندنا. طب ايه الاساسيات اللي احنا نشتريها يا حنان؟ هقول لكم، بس هقولك دلوقتي انا بعمل ايه. احنا دلوقتي هنعمل السندوتشات بتاعة المدارس، هنعمل الباتيه المحشي جبنة. مكونات بتاعته بسيطة جدا يا بنات، والتكلفة بتاعته خفيفة جدا. هنجيب كيلو الا ربع دقيق، ده كيلو الا ربع يا بنات، وهنحط عليه كيس خميرة فورية نقول ب4 جنيه، وكيلو الدقيق هنقول ب20 جنيه. وهنعجن بحبة زيت نقول ربع كوباية ومية، ونعمل عجينة متماسكة. عندك لبن رايب، عندك زبادي، عندك لبن، هيضيف قيمة غذائية للموضوع ده. ولكن لو ما عندكيش، ربنا يجعل عندك كل خير، ما تحطيش. انا عجناه بمية وزي الفل اهو. وكان عندي بس حبة لبن بودر للأمانة هم اللي حطيتهم. والله ما عندكيش ما تحطيش. بعد كده هنكورهم بعد ما يخمروا معايا، وبعدين هبدأ أفردهم
كل دايرة على قد التانية. هعمل تين الكورتين هفردهم دايرتين بنفس الحجم، تمام، ورش الدقيق، ونعمل حساب الدقيق بتاع الترحيل او بتاع الفرد عشان العجينة ما تلزقش معاكي. وبعد كده ما نفردهم نفس الفردة هاخد واحدة منهم وابدأ افتحها بالسكينة عشان تعمل معايا الشكل بتاع الباتيه اللي هو الجميل جدا، او الشكل بتاع ايه المولتو. وهبدأ اقفلهم كده تقفيلة حلوة من الجناب عشان ما تفتحش معايا لما تخمر. وبعدين هبدأ احشيها اي حشوة، حابة بقى تحشي جبنة رومي، حابة تحشي اي انواع جبن، جبنة قريش، دي جبنة علب، اهم حاجة ما تحشيش حاجة تكون فيها مية. وبعد كده هنسيبهم لحد ما يخمروا معايا. هجيب معلقة لبن عليها صفارة بيضة وهبدأ أدهن وش العجينة بعد ما تخمر معايا. هدخلها الفرن على نار عالية من تحت وعلى نار متوسطة من فوق. عندي فرن البوتاجاز ما بتشتغلش الشواية مع الفرن، لا هشغل الفرن من تحت، ولما يستوي معايا وياخد لون هبدأ أشغل عليه الشواية. الكمية دي عملت معايا 16 واحدة. ببدأ أعبيهم في أكياس، كل كيس على قد الفطرة أو على قد الوجبات بتاعت ولادي كل صبح، وكده مش بحتار أبدا. وبأقل من 30 جنيه أو ب30 جنيه عملت حبة باتيه محشيين، بروح أشتري الواحدة من بره ب15 جنيه. شكله جميل جدا جدا. جربي وحاولي وربنا يحسن ما بين إيديكي، اللهم آمين. خلاص هنجيب الأساسيات في الخضار بتاعنا ده لو مش عندي خضار خالص، وانت أكيد عندك أي نوع خضار، بطاطس، طماطم، بصل. وهنجيب الأساسيات برضو في الخزين، هناخد 50 جنيه كده ونروح نجيب الخزين بتاعنا، أو هناخد 70 جنيه ونروح نجيب الخزين بتاعنا. كيلو رز، كيلو مكرونة. هنجيب زيت ونجيب الزيت سايب، عايزة تجيبي ب10 جنيه زيت هيديكي، عايزة تجيبي ب20 جنيه زيت هيديكي، بس انتي روحي عند عطار ده. ربنا يوسع علينا وعليكم، اللهم امين. الناس ظروفها صعبة يا جماعة، فالناس بتحاول تزق كده اليوم. في ناس ماشية باليومية، وفي ناس أرزاقية يومها بيوم، في ناس ميزانيتها 100 جنيه في اليوم، هتتصرف ازاي؟ ماشية بالطريقة دي، بتمشي واحدة واحدة وعلى قدها. هنا الوجبة اللي معايا التانية وهي وجبة الرشدة ببصل. يمكن تكوني أول مرة تسمعي بالوجبة دي، ولكن الوجبة دي حلوة جدا جدا لو نفذتيها. كل أسبوع مرة هنجيب نص كيلو دقيق يا بنات، ونبدأ نحط عليه رشة ملح ونعجنه عجينة متماسكة، لا خميرة ولا لبن ولا رايب ولا أي حاجة، ونسيبها كده على جنب. وبعدين هنبدأ نحمر بصلاية على النار. بعد ما نحمر البصلاية على النار هنحمرها تحميرة حلوة، وبعدين هنزودها شوربة. هنزودها شوربة يعني ايه؟ مش شوربة شوربة، شوربة يعني مية. وبعد كده هنسيبها لحد ما تغلي ونظبط لها الملح. هنعمل طريقة الرز الصيادية، ولكن دي اسمها رشدة، تمام. وهنبدأ بعد كده ان احنا نحمر البصلة بتاعتنا تحميرة حلوة، وبعدين هنبدأ ان احنا نفرد العجينة بتاعتنا، الفطيرة، على شكل فطيرة شبه العيش السوري كده يا بنات. وبعد ما نفردها فردة متماسكة، ونحط عليها طبقة دقيق ونلفها رول. وبعد كده نقطعها ونعملها على شكل المكرونة الاسباجيتي، على شكل الاندومي، مشبعة وحلوة جدا وبتكفي، واحنا عددنا 6 افراد. والاكل ده ربنا بيطرح فيه البركة. امشي بالوجبات دي، الوجبات دي هي اللي بتعمر البيوت. بلاش تسمعي كلام اللي بيقولك احنا على قدنا وظروفنا على قدنا واحنا مش لاقيين ناكل ومش لاقيين نشرب. بلاش تبصي على حد، مالكيش دعوة بعيشة حد. عيشي على قدك وعلى قد ظروفك وعلى قد ظروف جوزك. والله ظروفك ان انت تمشي يوم بيوم، امشي يوم بيوم. ظروفك ان انت تمشي كل اسبوع، امشي كل اسبوع باسبوع. نظمي الميزانية بتاعتك، اكتبي الوجبات بتاعة الفطار، اكتبي الوجبات بتاعة الغداء، اكتبي الوجبات بتاعة العشاء. قبل ما تنزلي ولا تشتري اي حاجة، اكتبي الطلبات بتاعتك في ورقة. انت هتشتري ايه وعلشان ايه؟ الحاجات اللي هتشتريها دي هتعملي بيها اكل ولا هتركنيها عندك لحد ما تبوظ؟ لا، انا هشتري الحاجة اللي هعمل بيها اكل بس. خضاري للاكل، خزيني للاكل. بالنسبة لبند المنظفات، احنا ممكن نجيب بأقل من 50 جنيه للمنظفات يا بنات. يعني ايه؟ ممكن نجيب نص كيلو اي مسحوق سايب، او كيلو الا ربع، تمام، هيكون عامل معاكي من 20 جنيه ل15 جنيه. وهتجيبي ب5 جنيه صابون مواعين. هتقولي لي مفيش الكلام ده، والله صابون المواعين موجود في كل حتة وفي كل شارع، بس عندي بتوع المنظفات مش في المحلات. مش هينفع ان انت تروحي محل وتقولي له انا عايزة نص كيلو اريال، هيبيع لك الاريال بتاع الاوتوماتيك وهيكون غالي جدا. الاريال التاني ده بينفع لاوتوماتيك وغير اوتوماتيك.
شايفين 5 اطباق، وفي كمان تاني. هنسيب العجينة كده لحد ما تغلي على النار مع حبة البصل. بتكون عجينة يا حنان وما بيكون طعمها مش حلو. وايه اللي انت عاملاه ده؟ طب والله العظيم وجبة زي الفل، جربيها وبأمر الله هتدعيلي. الوجبة اللي بعد كده وهي حبة مكرونة وحبة رز، هما اللي فاضلين عندي. اتصرف ازاي؟ احط الاتنين على بعض وابدأ احمرهم، وبعدين هزودهم شوربة، وبعدين هزودهم ملح، اي توابل عندك، اي بهارات عندك، واعمل لولادي غدا، اعمل لولادي عشاء. عندك بيض، حطي لكل واحد بيضة. والله ما عنديش بيض، كده 100 فل وعشرة. الاكل ده مش هيشبعهم، وولادي ما شاء الله شهيتهم حلوة، ولادي كبار في السن. اعمل جنبهم حبة بطاطس مقليين، اعمل جنبهم اي حاجة، اخرط جنبهم طمطمتين. تمام يا بنات؟ تمام. نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. طيب، جبنا الخزين وجبنا الخضار، ادي 50 وادي 75، وجبنا حاجات منظفات نقول ب25 او ب30. بأمر الله بأمر الله. خلاص انا فاضل معايا 50 جنيه. ال50 جنيه دي اشيلها كده على جنب. ال50 جنيه دي لو حصلت اي حاجة يمين شمال، احتجت في اليوم كيس ملح، احتجت مش عارفة ايه، اصرف من داخل ال50 جنيه دي. كده انا هدخل الشهر الجديد وانا مرتاحة نفسيا. انا محدش ليه عندي فلوس، انا داخله الشهر الجديد وانا مش مستلفه وانا مش متداينه، وهبدا انظم الشهر كده ايه على مزاجي. هبدا اعرف اوفر قرشين في الشهر الجديد. ما هو التوفير ما بيكونش اخر الشهر يا بنات. مش هينفع ان انا اقولك اخر اسبوع في الشهر وفري من المصروف، اخر كام يوم في الشهر تعالي نوفر من المصروف. لا، التوفير بيبدا اول الشهر الجديد، وتنظيمك لاخر اسبوع في الشهر بيخلي الشهر الجديد يدخل عليكي وانت من غير ديون، وانت صافية كده وعارفة ان انت ايه، تبدأي الميزانية بتاعتك صح وتمشي بيتك صح. محدش هيعرف انت بتستهلكي ايه، ولا هتاكلي ايه، ولا هتشربي ايه، وايه الكمية اللي انت عايزاها غيرك انت. محدش هيعرف يمشي بيتك ويعرف يظبط ميزانيتك غيرك انت. احنا بيديك افكار وانا بديك افكار، انا وغيري بنديك افكار، يمكن الفكرة تعجبك وتنفذيها وهتوفر عليكي. وفعلا الافكار دي هي اللي بتعمر بيوت، وهي اللي بتساعد. واحنا كنا ماشيين زمان على الاكلات القرديحي دي وكنا مظبطين الميزانية بتاعتنا، لكن دلوقتي بناخد مصروف البيت وبنجري على تحت نروح نشتري حاجات ملهاش لازمة. بلاش النزول يا بنات، بلاش النزول. نأجل النزول ونأجل المصاريف من الميزانية. نحاول نحاسب نفسنا كده شوية قبل ما نصرف أي قرش وأي مليم. الحاجة اللي عملتها بعد كده وبرضه للمدارس وهتساعد معايا كتير جدا وهي البطاطا. البطاطا عندك ب10، ب12، ب15، ب20. شايفين انا بقول الاسعار ايه عشان الناس ايه بتستغرب من الاسعار اللي انا بقولها في المشتريات. بقول الاسعار ايه عشان الناس هاتي ايه 2 كيلو بتستغرب من بطاطا، الاسعار 3 اللي انا كيلو بقولها بطاطا وانتي الكسبانة. ابدأي سويهم كده على النار وكيسيهم حطيهم في الفريزر. ياه على البطاطا. لما يكون مقصر معاكي المصروف بتاع الولاد الصبح ومش عارفة تديهم فلوس، هتديلهم كيس بطاطا من الكياس دي، هتديلهم حتتين بطاطا مع السندوتشات، هيبقوا حاجة حلوة وحاجة مغذية وحاجة نظيفة وحاجة صحية وحاجة حلوة جدا. أنا شخصيا بمشي ولادي يوم ويوم، والناس بتستغرب من الكلام ده. يعني يوم اقتصادي اللي احنا ما بناخدش فيه مصاريف خالص وبناخد فيه حاجة من البيت، حتة بطاطا على حبة فشار، حتة بطاطا على حتة كيكة، أي حاجة موجودة عندي في البيت بدلهم منها. وهم بيفرحوا والله بالحاجة جدا. ولما باخر عليهم يومين وبدلهم المصاريف، ومش هتصدقوا الكلام ده، بيقولوا لي ليه يا ماما ما عملتلناش فشار، ليه يا ماما ما عملتلناش بطاطا، لا احنا عايزين الحاجات دي. فكده انت بتنوعي لهم، كده انت ايه بتنوعي لهم. فاعملي كده، اعملي كده بنفس مرضية، واعملي كده وانت مبسوطة، ما تقلقيش من اي حاجة. هما مش هيحسوا ابدا انك انت بتيجي الوجبة اللي عليهم، بعد كده يا انت مش بنات مقصرة وهي معاهم، وجبة نوعين انت مكرونة. بتحافظي أي عليهم من نوعين انهم ياكلوا مكرونة؟ حاجات من فاضل بره، منهم حاجات فيها كمية. مواد حافظة. هتجيبي احنا مثلا من بنديلهم النوع ده يوم ويوم ب10 اه، ومن النوع ده ب10، ولكن أدي وجبة ب20 بنحافظ جنيه عليهم على قد وهتسلقي ما النوعين دول مع بعض. تمام. وبعد كده هتعملي الصلصة العادية بتاعة المكرونة اللي بصلصة. عايزة تعمليها ببصل بطماطم اعمليها، عايزة تعمليها بتوم بطماطم اعمليها. وبعد كده هتبداي ان انت تحطي لكل واحد طبق من ده. ده هيكون شبه النص كشري كده، هيكون حاجة حلوة جدا، ولادك هيفرحوا بيها من غير لحوم ومن غير اي حاجة. دي وجبات الحلة الواحدة والطبق الواحد. وكنت اتكلمت معاكم كتير في الموضوع ده،
الوجبات دي هي اللي بتوفر عليكي وقت وجهد، وفعلا فعلا فعلا بتعجب الولاد. انا ولادي لما بكون عامله حاجه جديده زي دي بيفرحوا بيها كتير، وبيحسوا نفسهم انهم بياكلوا حاجه جديده. وسعي على نفسك، وسعي على بيتك، وسعي على ولادك بالوجبات دي. ازاي هوسع عليهم؟ ده انا كده بحرمهم، والله ما في الكلام ده ابدا. انت لما بتعملي لهم حاجه زي دي وتكون حاجه ربنا مبارك فيها وبتكون بكميه، هم بيفرحوا بيها، هم بيعجبهم الاكل. ولكن انت لو حطيتي لابنك كل يوم لحوم او كل يوم سمك او كل يوم فراخ او مش عارفه ايه، هم نفسهم هيزهقوا. وكل حاجه فيها فايده، كل حاجه ربنا خلق فيها فايده. اوعي تخافي ابدا ان انت تحط لهم اكل من اللي هو ايه، من غير لحمه ومن غير الحاجات دي، وتحسي ان انت بتأثري او تحسي ان انت جايه عليهم. والله ابدا، كل حاجه فيها فايده، واحنا اتربينا على كده. يعني احنا اتربينا على كده، اتربينا ان احنا كانت في ايام في الاسبوع معينه هي اللي بنعمل فيها وجبات اللحوم او الاسماك. صح ولا لا؟ وده كده كان الفيديو بتاعنا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وان انت تكوني استفدتي من الفيديو ده باي فكرة او باي معلومة. لو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس، واكتبي لي رأيك في التعليقات، واكتبي لي حابة الفيديو اللي جاي يكون عن ايه. دمتم نعمة في حياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.